تحت شعار الشعر نجمة الأدب، اختتمت فعالية مهرجان الثقافة الأول مساء أمس في حديقة القراءة في قامشلو بحضور العشرات من المثقفين والفنانين والكتاب وممثلي الإدارة الذاتية وأعضاء حركة المجتمع الديمقراطي. وتضمنت فعاليات اليوم الثالث والأخير من المهرجان قراءة قصائد شعرية لعدد من الشعراء باللغة الكردية وكلمة لاتحاد مثقفي الجزيرة، وتكريم عائلة الشاعر لوري تيلداري بجائزة المهرجان، وضيف المهرجان صالح حيدو والناقدين عبد الوهاب بيراني وخالص مسور. وعلى هامش المهرجان التقت كاميرا روجافا مع محمد بشير عضو لجنة تحضيرية للمهرجان، حيث قال إن المهرجان كان فرصة لتبادل الرؤى بين كافة المثقفين والكتاب. حقيقة هذا المهرجان منح فرصة لمحبي الأدب كافة ليجتمعوا معا ويناقشوا ويتبادلوا الرؤى حول واقع الأدب والشعر في مناطقنا وليستفيدوا من تجارب بعضهم البعض. والصراحة إقامة المهرجان في ظروف كالتالي نعيشها في مناطقنا من هجمات وحصار رسالة كبيرة للعالم كله. من جانبه قال الكاتب والناقد عبد الوهاب بيراني أن اليوم الأخير تضمن توزيع الجوائز على الشعراء باللغتين العربية والكردية. اليوم تم توزيع الجوائز الخاصة بالشعر العربي وأيضا بالخاص بالقصائد الكردية. طبعا كان هناك 3 مستويات، 3 جوائز لكل لغة. أيضا كان هناك بادرة جميلة وطيبة وهي بادرة لأول مرة في شمال سوريا وفي روجافا أن يتم منح النقاد جوائز خاصة بالنقد. يعني هي خطوة نتمنى تكرارها ونتمنى تعميمها على باقي المهرجانات. وحصلت الشاعرة ديالا علي على المركز الأول في قسم الشعر الكردي، والشاعرة فاطمة إيتو بالمركز الثاني، وأراس قاسم بالمركز الثالث. وقسم الشعر باللغة العربية الشاعرة فيروز رشك على المركز الأول، وعبد الرحمن محمد على المركز الثاني، وعبد الباري أحمي على المركز الثالث.